نفسك تحوشي؟ عارفة والله ان انتي نفسك تحوشي، لكن للأسف الشديد غلاء الأسعار وعدم توافر الشغل الدايم مخليكي مش عارفة تحوشي خالص ولا يهم خالص. في فيديو النهاردة هقولك ازاي تحوشي بطريقة ذكية وعبقرية وبفكرة حصرية لأول مرة على السوشيال ميديا. هقولك ازاي تحوشي وتجيبي كل اللي انت نفسك فيه ليكي ولأولادك ولبيتك من المستهلكات اللي انت بترميها. ايوه زي ما بقولك كده، من المستهلكات اللي انت بترميها هتجيبي كل اللي انت نفسك فيه. تابعي بس معايا الفيديو من البداية للنهاية، لان الفيديو ده مفيد جدا 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 وفيه افكار حلوة اوي هتفيدك وهتخليكي تحوشي بطريقه جميله وحلوه قوي، وهتقدري تجيبي كل اللي انت نفسك فيه زي ما قلتلك في بدايه الفيديو. معلش الفيديو ده هيطول شويه لكن مفيد جدا جدا وهتستفادي منه بشكل كبير. ونقول بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هطلب منك طلبين بسيطين جدا جدا، وده مش امر مني لكن ده اخويه في الله. اول حاجه كده عايزاكي تنزلي وتعمليها، تصلي على النبي في التعليقات، عشان كل لما حد يدخل على التعليقات ويقراها يلاقيكي مصليه على النبي، فتذكر الصلاه على النبي ويصلي هو كمان على النبي والصواب يعم علينا جميعا. تمام كده؟ وعايزاكي كمان تعملي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن ويستفادوا من اللي انا هقوله ده، وكمان شير عشان كتير برضو يستفادوا، واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وبس كده. فمعلش بقى الفيديو هيطول، عايزاكي كده تجيبي كوبايه عصير او اي حاجه انت بتفضليها وتشربيها، وركزي معايا في كل اللي انا هقولهولك ده، لان بجد الطريقه دي عبقريه جدا جدا جدا. وكمان هتحوشي من التحويشه دي تقدري تبداي مشروع من البيت بسيط على قدك مربح، وممكن كمان تجيبي كل اللي انت نفسك فيه لبيتك ولاولادك من الطريقه اللي انا هقولك عليها دي. الطريقه دي حلوه جدا 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 في التحويش في وسط الغلاء اللي احنا بنمر بيه ده. طبعا غلاء الاسعار اللي كل يوم في الطالع مفيش هبوط دايما للاسعار، فمش عارفين نحوش ابدا. زائد كمان عدم توافر الشغل الدايم، مفيش شغل دايم ابدا لا ليكي ولا لزوجك. ان زوجك اشتغل يوم فممكن يقعد يومين ثلاثه، فعدم برضو توافر الشغل مع غلاء الاسعار اللي احنا بنمر بيه مش مخليكي عارفه تحوشي. وفي حاجات كتير قوي انت نفسك فيها لكن للاسف الشديد مفيش حاجه متوفره، فاحنا نسكت؟ لا ما نسكتش، احنا ستات شاطرين جدا جدا واذكياء جدا جدا ومفيش حاجه بتقف قدامنا خالص، وده بفضل الله تعالى ومنته علينا. تمام كده؟ طب انا هحوش ازاي يا اميره وانت عارفه طبعا ان يا دوبك اللي جاي رايح مفيش حاجه بتتوفر؟ وانا فعلا زي ما انت بتقولي كده نفسي في حاجات كتير قوي اجيبها، نفسي اعدل في الشقه، نفسي ابدا حتى مشروع على قدي من البيت يكون براس حتى مال بسيط جدا. اجيب منين الفلوس دي؟ ولا يهمك خالص يا ست الكل، ابدا ابدا. انا هقولك على شويه حاجات من مستهلكاتك اللي انت بترميها بفضل الله تعالى هيبقى معاكي فلوس حلوه كويسه تقدري تبداي بيها مشروع تجيبي كل اللي نفسك فيه. طب ايه هي الحاجات المستهلكات بتاعتي دي يا اميره؟ بصي بقى، ركزي بقى معايا قوي في الكلمتين دول. جميع المستهلكات ما عادش حاجه بتترمى عندنا، جميع المستهلكات ما بتترماش ابدا. زي ايه طيب يا اميره المستهلكات دي؟ طيب هقولك عليهم واحده واحده. تمام؟ يعني احنا بنفضل عندنا حاجات كتير قوي كنز واحنا بنرميها، كتير مننا بيرميها. اوعي ترمي اي حاجه عندك بتفضل عندك. عايزه اقولك اقسم بالله انت بترمي فلوسك في الارض. تمام كده؟ بترمي فلوسك في الارض. الحاجات دي ايه بقى؟ اول حاجه ازايز الكوكا كولا، ازايز الكوكا كولا وازايز الزيت. تمام كده؟ هتبداي تجيبي كيس، تمام، او اي شكاره عندك، وهتبداي تجمعي ازايز الكوكا كولا وازايز الزيت وهتحطيها في كيس كده لوحدها لحد ما تجمعي في الكيس كميه كبيره. تمام كده؟ يبقى اول حاجه هنجمعها ازايز الزيت، ازايز الكوكاكولا الفاضيه. تمام كده؟ وهنجمعها عندنا في كيس لحد ما يبقى عندنا كميه حلوه كده وكبيره. تمام؟ تاني حاجه من المستهلكات برضو اللي احنا بنرميها اللي هي البلاستيكيات المحمله عندنا. اطباق بلاستيك محمل، ده بتبقى بسعر تاني غير ازايز الكوكاكولا وغير ازايز اللي هي الزيت. تمام كده؟ هتجمعي البلاستيك المحمل عندك في كيس لحد ما يبقى عندك كميه كبيره وحلوه كده. تمام؟
تالت حاجة عندنا علب الكنز. علب الكنز هتبدأي تجمعي علب الكنز في كيس لوحده برضك لحد ما يبقى عندك كمية كده كبيرة وحلوة تقدر تجيب لك مبلغ. رابع حاجة برضك السلوك اللي بتفضل عندك، سلوك الكهرباء، ابدأي جمعيها في كيس برضك لوحدها لحد ما يبقى عندك كمية كبيرة وتجيب لك مبلغ. الورق والكراتين والكراريس، اي حاجة من دول بتفضل عندك جمعيها في كيس، الكراريس والورق لوحده والكراتين لوحدها في كيس لوحدها لحد ما يبقى عندك كمية محترمة كده كده وتجيب لك برضك مبلغ محترم. الالومنيوم القديم اللي بيتخرم عندنا واللي بيبوظ واللي خلاص بقى ما عادش نافع ولا صالح لطبخ فيه، هتجمعيه كده وهتبيعيه، هتحطيه في كيس برضك لوحده. عايزه اقولك كمان الملابس القديمه اللي بتفضل عندك وانتي بترميها وساعات بتشحتيها واللي بياخدها منك بيرميها، الوقت الملابس برضك بتتاخد بالكيلو. جمعي كل الملابس اللي عندك، في مصانع كتير بتاخدها لحد ما يبقى عندك كده كميه محترمه. الخشب القديم برضك ما عادش بيترمى، شركه كبيره برضك بتيجي تلمه من عند البيوت، لا هتجمعيه عندك كده في مكان فاضي. الزيت القديم برضك شركة كبيرة برضك بتيجي تلمه من عند البيوت، بيستخدموه في صناعة اللي هو الشحم بتاع اللي هو العربيات وكده، وبيستخدم في صناعة الصابون الأسمر. فانت جمعي الزيت القديم عندك في اي ازازة لحد ما يبقى عندك كده كمية محترمة، وتتصلي بالشركة تاخد منك الحاجات دي كلها، وبالشكل ده تقدري تحوشي وتجيبي كل اللي انت نفسك فيه لبيتك ولأولادك ولزوجك من غير ما تحتاجي لأي حد ولا تتحوجي لأي حد أبدا من بعد ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك كمان من مبلغ المستهلكات دي تقدري تعملي مشروع من البيت برأس مال بسيط وربح يكون حلو. اتمنى ان انا اكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه جدا جدا. فزي ما قلت لكم كده لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وكمان اشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ومع السلامه وفي رعايه الله وفي حفظه.